ولاد الإخس مهابيش قوي يا خال. ال5 دول راحوا في الوبا، اخواتنا نشوهم. الموضوع يخلص على كده؟ لأ، باباهاتهم بقى يروحوا يتصوروا على نفس البتاعة اللي هما متصورين عليها دي، بس واحدة تانية عشان دي خلاص اتنشت بقى بنفس الأوضاع. ايه يا حاج منك ليه يا حاج؟ يعني بدل ما تقعدوا تدعي لهم ولا توزعوا قرص بتتصوروا سيلفي؟ علينا الموضوع يخلص على كده؟ لأ، لأول مرة المساعدات الطبية تخش القطاع من غير ما تعدي على ولاد الإخص، عشان إخواتك حاطين شروطهم وكلامهم نافذ. لو المساعدات الطبية عدت على ولاد الإخص مش هتخش للمحتجزين. ولاد الإخص مفزوعين، يقولوا لهم خلاص دخلوها زي ما انتوا عايزين. وبعد ما ولاد الإخص انسحبت من الشمال، أصلهم خلاص قالوا ان احنا سيطرنا ومسحناها يمين وشمال، وبقلب جامد يطلبوا من المستوطنين سيبوا الفنادق وارجعوا لبيوتكم، خلاص بقينا مفلسين. الموضوع يخلص على كده؟ لأ، 25 زنبيقة تنزل على راس المفلسين. من فين؟ من شمال القطاع اللي ليه كانوا مسحين. المستوطنين قالوا للكيان لأ، ما احناش راجعين. عندهم حق. الموضوع يخلص على كده؟ لا، يطلع لك طفل من اللي كانوا محتجزين عند اخواتنا بيقول تسابيح إسلامية بتاعتنا احنا، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. مش بس كده، ده بيقول لك أنا نفسي تاني أرجع لهم، حقا أنها كانت تجربة ممتعة، ربنا ينولها لك يا ابني. الموضوع يخلص على كده؟ لا، حضرتك عند ولاد الإخص الدنيا بتبوظ اكتر. بعد ما كانوا بيتظاهروا لاسقاط حكومة النتن، اتجمعوا كلهم حخامات، يا رب اكون بقولها صح، واطفال، ورفعوا علم اخواتنا اللي في القطاع، بيدعموهم وبيطالبوا بوقف اطلاق. ايوه، الموضوع يخلص على كده؟ لا، الملك عبد الملك اللي من ناحية اليمين، ما بقيتش عارفة اقول اسمكم من ساعة ما تصنفتوا، جالي 1000 تحذير، والله بعشقكم وانتوا عارفين. يطلع عبد الملك في بث مباشر عنوانه هنفضل مستمرين، ومهما حصل فينا لاخواتنا اللي في القطاع هنفضل ليهم داعمين. مش بس كده، هنفضل كمان لراية الإسلام رافعين رمز الشجاعة والحكمة والقوة، هو ده العادي من كاميلو هانتو.